ايوه، يعني دلوقتي بقى كل البرامج بتتكلم ان الاهلي طالب 10 مليون في اسامه ابو علي وهو جاي له 8 وهو مش موافق. هو احنا ليه دايما بنقلل من جوده اللعيب اللي بيلعب في الدوري المصري؟ هسالك سؤال دلوقتي، لو اسامه ابو علي بيلعب في الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي او الدوري السعودي او الدوري الالماني او اي دوري، وادى نفس الاداء ده في كاس العالم، وفي انديه عايزاه، تخيل كده معايا السعر اللي الانديه دي اصلا هتشتري بيه. انا بالنسبه لي اقل حاجه هيتباع بيها اسامه ابو علي لو بيلعب في اي دوري تاني 40 مليون اقل حاجه. فانت ليه عايز تقلل من جوده او من سعر اللاعب المصري؟ ليه احنا شايفين ان اللاعب اللي بيلعب في الدوري المصري ما ينفعش يتباع باكتر من 4 5 مليون؟ ده النجم اللي هو الاسطوري، غير كده يبقى انت كده بتغلي عليه. في ايه لما تعزز لعيبتك؟ في ايه لما تشوف ان فعلا وسام ابو علي كواليتي عالي جدا، كواليتي يلعب في اقوى الدوريات ويلعب في اقوى الانديه، فلما تطلب فيه 10 مليون مش كتير عليه على فكره، بل بالعكس قليل اصلا عليه. فيا ريت ما تقللوش من كواليتي اللعيب اللي بيلعب في الدوري المصري. كل الدوريات كبرت الا احنا بسبب ده على فكره، بسبب ان احنا شايفين احنا اي لاعب في الدوري المصري بيلعب ده درجه تانية. ليه؟ على فكره اسامه ابو علي كواليتي يلعب في اقوى الانديه في العالم، فلما تطلب فيه مبلغ كبير بالنسبه لك على فكره هو مش كبير. لو انت يا صديقي شايف حاجه تانية اكتبها لي في الكومنتات.